وتحاكي كيف أن الإنسان يا محمد يتحول إلى معتدي على هذه البيئة. كيف أن كل المواثيق الدولية تدين هذا المفاسد البيئة، لأن البيئة هي ليست ملك لأحد، هي ملك للأجيال بدرجة أولى. أن البيئة هي ملك للغد اليوم والغد. البيئة كذلك العديد من المخاطر تتهدد، موت بطيء بالنسبة للبشرية. أقول لك بأن بعد 5 سنوات أو 10 سنوات المستقبل مجهول، خاصة أن طبقة الأوزون في اتساع، التصحر ومختلف التصحر وكذلك الانجراف والانبعاثات الغازية. معليش يا محمد نتطور علميا، هذا حتى باش نبقاو في السياق، نتطور علميا ونرتقي علميا. العلم خلق للإنسان وخلق كذلك للحياة. يعني ربي سبحانه كذلك في القرآن الكريم الإعجاز العلمي أن يخلق هذا التكامل، هذه التكاملية رامزة في حد ذاتها. حتى رسالة التوعية والتحسيس يجب أن تتعدى، يعني في الحقيقة الحرم الجامعي يجب أن تتعدى الفعاليات، أنا أقول المجتمع المدني ككل، المجتمع الجميل ككل، وهي في حتى الذهنيات محمد، مش هي ارتبطت بالذهنيات، لأنه حتى المسؤوليات، مثلا واحد مسؤول على الحظيرة الوطنية للغابات ما يقدرش يخلي مثلا قمامة داخل الحظيرة الوطنية للغابات، أو مثلا يقدر لازم حتى مثلا بيئة معنا مثل هذه الصورة التي وراءك يا مصير، صورة معبرة تعبر عن الحياة وتعبر عن الجمال الداخلي، الجمال العمق اللي هو عمقنا، هو أساسنا. لا يمكن أن نخجل محمد من نقول أنه الريف، هذه باش نبقى في السياق وبالعودة نقول بأن الريف ليس رمز للتخلف، أنه فيه هجرة جماعية إلى المدن. لكن لازم نديروا التنمية المستدامة والتنمية الجبلية بتضافر كل الجهود، يعني فعاليات المجتمع المدني وحتى فعاليات مختلف النوادي العلمية الثقافية الموجودة على كل الجامعات، لأن الجامعة قلنا تقدم وظيفة أكيد تقديم دراسات عليا، ولكن يجب أن تلعب الوظيفة النشاطية العلمية الثقافية. كل القطاعات محمد أقول لك معنية، ولا يمكن أن نقدم استقالة حتى أنه نبقوا في الهامش، فهذا يشكل عملية استقالة لنا وعملية كما يقال نصر على البقاء للأمل. شكرا جزيلا للأستاذ النوري ممثل النادي العلمي الثقافي لجامعة جيجل. أشكرك كذلك عصام بليني على حضوركم في البرنامج، وأتمنى لكم النجاح يعني والتوفيق في الربيع البيئي. طيب طبعا لدينا محمد أعضاء النادي الثقافي العلمي كاتبين بجامعة جيجل أن نكون أوفياء لأصحاب الوفاء وأصحاب كما يقال الخدمة الإعلامية المتميزة للتلفزيون الجزائري. شكر موصول لكل عمال التلفزيون الجزائري، وطبعا لكل عمال حصة صباح الخير المتألقة والمتميزة. شكرا. الشبابية هذه الشهادة تقديرية أقل ما يمكن أن يقدم لي الخدمة الإعلامية المتميزة. يعطيك الصحة. وأقول لك شكرا وتقدير أنه هو أوصله لمختلف زملائنا حتى في رسالة الإعلام والاتصال، والوفاء يكون لمختلف كل هذه المواهب الشبابية. شكرا جزيلا. شكرا لكل المشاهدين الأفاضل والأكارم، محطة ثانية بصوت الفنان حميد.